أقيم في مدينة مأرب اليوم الأحد مجلس عزاء في فقيد الوطن الشيخ صادق بن عبد الله بن حسين الأحمر شيخ مشايخ حاشد، والذي وافته المنية فجر يوم الجمعة في العاصمة الأردنية عمان. وقامت القبائل اليمنية مجلس العزاء بمدينة مأرب بحضور العديد من الشخصيات القبلية والاجتماعية والقيادات العسكرية والمدنية والسياسية من رفاق درب الفقيد. وخلال مجلس العزاء تم إعلان تنصيب الشيخ حمر بن عبد الله بن حسين الأحمر شيخا لمشايخ حاشد خلفا للشيخ صادق. وتحدث المعزون عن الأدوار الوطنية والقبلية للشيخ الأحمر الذي كان واحدا من أبرز الشخصيات القبلية والسياسية والاجتماعية والعسكرية في البلاد، وابن أسرة جمهورية مناضلة واجهت الإمامة منذ وقت مبكر ووقفت ضد الإمامة الجديدة وقدمت تضحيات جسيمة. نعزي أنفسنا ونعزي أخوتنا بيت الأحمر وقبيلة حاشد والشعب اليمني عامة في فقيدنا فقيد الوطن الشيخ صادق بن عبد الله بن حسين الأحمر. هذا الرجل رجل المواقف ورجل المبادئ الذي لم يغير، والذي يعني كان قدوة لجميع مشايخ اليمن، وكان يعني ولد صالح بعد أبيه الصالح، حيث أخذ مكانه وأخذ سيرته وتاريخه. وهذه الأسرة إن شاء الله تعالى ستبقى أسرة هي يعني ذات الأصالة والمواقف العظيمة، وهي أسرة ولادة ورثوا الشرف كابرا عن كابر وسيبقون كذلك. ونعزي مرة أخرى أنفسنا ونعزي جميع محبي هذا الشيخ الجليل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في الصالحين، وأن يبلغه الفردوس الأعلى، وأن يعوضنا خير إن شاء الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج اليمن من هذه المحنة التي هو فيها، محنة هذه الفئة الباغية التي عاثت في الأرض فسادا. الشيخ صادق بن عبد الله رحمه الله هو من أسرة عريقة، يعني متجذرة كابر عن كابر، قارعوا الإمامة قارعوا الظلم، يعني دائما هم واقفين ضد الظلم. نسأل الله أن يرحمه رحمة الأبرار وأن يسكن فسيح جناتك. عزاءنا للبلاد كلها من اليمن من شرقها لا غربها ومن جنوبها لا شمالها. والله إن الحزن يملأ قلوبنا على رحيل هذه الهامة الوطنية العظيمة، الشيخ صادق بن عبد الله بن حسين الأحمر شيخ مشايخ حاشد. وهذه الأسرة معروفة تاريخيا أنها أسرة مناضلة قدمت الشهيد بعد الشهيد، وكانت فعلا شوكة ميزان لليمن كلها. فعزاؤنا فيه كبير وحزننا عليه يعني لا يمكن أن يوصف.